الحمد لله عدد حبات المطر، الحمد لله عدد رمال الصحراء، الحمد لله عدد أوراق الأشجار، الحمد لله ما غربت الشمس وما أشرقت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على ضربه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، نجتمع، حاول نجتمع، تقاربوا. فقد روي عن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما أتى أحد إلا وجلس حيث ينتهي المجلس، وكانوا ينزلون إذا نزلوا واديا تفرقوا، حتى قال لهم صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا، فكانوا يجتمعون فإذا فرش عليهم أو غطوا بثوب غطاهم جميعا. أيها الأحبة، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. فمن تعرض إلى نفحة من نفحاته لا يشقى بعدها أبدا. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يتعرضون فتصيبهم نفحة من نفحات الخير. نحن الآن أيها الأحبة مقبلون على أعظم الشهور، كما قال صلى الله عليه وسلم: سيد الشهور رمضان وأعظمها حرمة ذي الحجة. أعظم الشهور بعد رمضان هو ذي الحجة، فإن الله فاضل بين الشهور فجعل منها 4 حرم، وجعل من هذه ال4 حرم شهر ذي الحجة هو أعظمهم حرمة. ولذلك نحن على أبواب نفحة من نفحات الله سبحانه وتعالى. ولذلك تعالوا معنا أيها الأحبة نعيش هذه الدقائق مع العشر الأول من ذي الحجة. العشر الأول الذي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. فقال ابن كثير في تفسيره: ذهب جمهور العلماء أن المقصود بالعشر الليالي العشر وهي العشر الأول من ذي الحجة. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات. فقال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10. فقال: التي أتم بها 40، العشر التي أتم بها 40 هي العشر الأول من ذي الحجة. إذا ذكرها ربنا سبحانه وتعالى مقسما، فيقول: والفجر وليال عشر، أن يقسم. وعندما يقسم العظيم بشيء فلتعلم أنه عظيم، حتى جعل العظيم في عليائه يقسم به، ولو لم يكن عظيما ما أقسم به العظيم. إذن الليالي الأول من ذي الحجة. واحتار العلماء وتجاذبوا بين هي أفضل عند الله أم العشر الأواخر من رمضان. وانظروا إلى عظم هذه المقارنة، أن يقارن العلماء بين ماذا؟ بين أفضل 10 أواخر، أفضل 10 الأيام في رمضان وهي العشر الأواخر، 10 العتق من النار، وبين العشر الأول من الحجة. فقالوا: العشر الأيام الأول من ذي الحجة نهارها أعظم من نهار العشر الأواخر من رمضان. والعشر الأواخر من رمضان لياليهن أعظم من ليالي العشر الأول من ذي الحجة لوجود ليلة القدر. والعشر
العشر الأول أيامهم أفضل من العشر الأواخر من رمضان بوجود عرفات وهو يوم التاسع. ولذلك عندما يقول ابن عباس إن العمل في هذه العشر يضاعف ب700 ضعف، 700 ضعف. إذا قدمت صدقة في هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة ضاعف الله لك ب700 ضعف. بل إن أنس بن مالك يقول إن اليوم في هذه الأيام ب1000 يوم، ويوم عرفة ب10,000 يوم. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العمل في العشر الأول من ذي الحجة. وانظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يجلسون حوله فقالوا: يا رسول الله، الأمر جد خطير، ماذا تقول يا رسول الله؟ هذا أمر جديد. قال: ما من أيام العمل فيهن، العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العشر الأول من ذي الحجة. فرد أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولا الجهاد يا رسول الله؟ صلوا على رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يعد من ذلك بشيء. وقد يقول القائل: ما هو الجهاد أو ما أجره؟ أقول لك: عندما ذهب رسول الله أحد المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما هو أفضل عمل يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ألا هناك عمل يوازي هذا الأمر يساويه؟ قال: لا أجد. ثم يستأنف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: إلا أن يخرج المجاهد فتدخل أنت في مسجدك فتصلي فلا تفطر، أي لا تجلس، وتصوم فلا تفطر حتى يعود المجاهد. هذا قد يوازي المجاهد في سبيل الله. ومعنى المجاهد يا إخوة ليس معنى كل الجهاد معناه القتال، بل هو نوع من أنواع الجهاد. الجهاد أنواع، فمن يسعى على أبنائه ليخفهم عن الحرام فهو مجاهد، فمن يسعى في إطعام الأرملة والمسكين واليتيم فهو مجاهد، فمن يسعى على نفسه يكفها عن الحرام فهو مجاهد، من يذهب إلى عمله ابتغاء الأجر والرزق الحلال فهو مجاهد. إذن المسألة ليست مقصورة فقط على القتال. فقال: هذا أجر المجاهد. إذن صائم لا يفطر، وقائم لا يفطر، لا يجلس. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قام بين العمل في هذه العشر الأوائل بالجهاد فقالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد، أي أن العمل في هذه الأيام أفضل من الجهاد. واستثنى صلى الله عليه وسلم نوع من الجهاد: إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يعود لذلك شيء. إذن هذه المرتبة الوحيدة التي تفوق الأجر الذي تأخذه في هذه العشر هي أن تخرج بنفسك ومالك ثم لا تعود من ذلك بشيء. وفي رواية: أن يخرج وقد فقد مهجة نفسه، أي قتل نفسه، استشهد. وعندما يجلس رجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم جازني خير ما جازيت به عبادك الصالحين، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم قال: إذن يعقر جوادك وتستشهد. هذه أفضل الدرجات. إذن العمل في العشر الأول من ذي الحجة لا يوازيها عمل لا في رمضان ولا في غير رمضان إلا رجل خرج مجاهدا فقتل في
فاستشهد في سبيل الله وفقد ماله. هذا هو الوحيد الذي وزن. ولذلك كان ابن عباس يقوم في هذه الليالي والأيام بقدر أنه لا يستطيع، حتى قيل أنه لا يقدر أو لا يكاد أن يقدر أن يقوم بعمل آخر، أي أنه لو أتاه الموت في هذا الوقت ما وجد عملا آخر يضيفه إلى الأعمال التي يعمل بها من شدة اجتهاده. نحن مقبلون على ثلث رمضان، ولذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنافسوا في هذا الأمر تنافسا عظيما، فتجد أنهم فتحوا أبواب العبادة. ويقول ابن سيرين أن هذه الأيام اجتمعت لها أمهات العبادة. ما في أيام من أيام السنة اجتمع فيها أمهات العبادة كما اجتمعت في هذه الأيام العشر. فاجتمع فيها الحج وهو يأتي مرة واحدة في العام، واجتمعت فيها الصلاة وهي دائمة، واجتمعت فيها الزكاة أو الصدقة، واجتمعت كل هذه العبادات في وقت واحد، ولا تجتمع في أيام السنة إلا في هذه العشر والنصف الشهر. إذن الأمر يحتاج منا إلى وقفة وإلى تخطيط. 10 أول ستبدأ إن شاء الله، ستبدأ يوم الأحد على أرجح الأقوال. إذن هذه مسألة تحتاج منا إلى استعداد. أولا استعد بالصلوات. فيقول ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف، يقول أن الصلاة في هذه الأيام تفوق الصلاة، أجر الصلاة في العشر الأواخر من رمضان، لأن الله جعل هذه الأيام أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، فجعل أجر الفرض فيها يعلو أجر رمضان. انظر أيضا صلوات النوافل، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يسعى بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، إلى آخر الحديث. إذن الإكثار من النوافل. أيضا أيها الأحبة قيام هذه الليالي، فإن ابن عباس يقول لا تطفئوا سروجكم في هذه الليالي. لا تطفئ سراجك. لماذا؟ أي أنك تقيم هذه الليالي فإنها مضاعفة الأجر. أيضا اجعل لنفسك وردا من الصدقة في هذه الليالي لتقف وتجتهد وتقترب من ربك في هذه الأيام، فإنها جد عظيمة. أيضا الصيام أيها الأحبة، الصيام، ورويت أحاديث بهذا الترتيب، إن صيام يوم يساوي شهر، وفي رواية يساوي شهران، وفي رواية يساوي سنة، وفي رواية يساوي 1000 يوم. كل يوم من هذه الأيام رويت في هذه الحديث إما أن يعدل صيام شهر، وإما أن يعدل صيام شهرين، وإما أن يعدل صيام سنة، وإما أن يعدل 1000 يوم، كما قال أنس بن مالك العمل فيها ب1000 يوم، وفي يوم عرفة ب10,000 يوم. بل إن الحديث الصحيح الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن صيام يوم عرفة يغفر سنة ماضية وسنة مقبلة. ويوم عرفة من أعظم الأيام، يوم المباهاة، يوم يباهي ربنا سبحانه وتعالى في عليائه ملائكته بعباده الصالحين. انظروا يا ملائكتي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فهو يوم العتق، فنسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا. أيها الأحبة، نحن مقبلون على موسم طاعة يحتاج منا إلى عمل، وعمل شديد. فإنه قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 9 الأول من الحجة، يصومها كاملة ولا يترك يوما. لماذا؟ لأن اليوم يساوي كثير. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عندما سئل عن الصيام قال يا رسول الله دلني على عمل أفضل الأعمال، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي ليس هناك عمل يساوي الصيام، وكل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. Bismillahirrahmanirrahim. Cari fratelli, l'argomento di oggi parla dei primi 10 giorni del mese del Hajj, che sono i 10 giorni del Hajj. E Sheikh aveva parlato dell'importanza di questi giorni che, come dicono i vari teologi musulmani, sono i 10 giorni più importanti dell'anno per noi musulmani, perché sono presenti tutte le varie preghiere che il musulmano fa durante l'anno. In questi 10 giorni i musulmani fanno il pellegrinaggio, logicamente quelli che partono vanno a fare il pellegrinaggio. In questi 10 giorni la preghiera ha una ricompensa molto ma molto più alta, dicono nei giorni normali arriva fino a 700 volte in più, e un giorno di questi giorni vale 1000 giorni. Il giorno di Arafah, che è il 9° giorno, vale 10.000 giorni. Questi 10 giorni, cari fratelli, sono più importanti ancora degli ultimi 10 giorni di Ramadan. Stiamo parlando di una cosa che ha un valore altissimo, e al profeta sallallahu alaihi wasallam gli è stato chiesto qual è la cosa migliore che potrebbe fare un musulmano. Ha detto: chi obbedisce a Allah subhanahu wa ta'ala, chi fa le preghiere nel suo orario, nelle moschee, chi usa digiunare, chi osserva il halal e il haram in questi 10 giorni ha una ricompensa più alta di quello che va a fare la lotta per Allah subhanahu wa ta'ala. E si intende la lotta non soltanto il fattore di combattimento, perché spesso quando si parla di lotta, jihad, termine jihad, cari fratelli, vuol dire lotta in italiano, è quello che praticamente lotta contro se stesso, quello che lotta per andare a lavorare, per mantenere la sua famiglia, quello che lotta per studiare, un bravo ragazzo, un studente che va a scuola e studia e si impegna, anche quella una lotta, considerata una lotta. Quindi non non cambiamo i termini e si dice jihad, che vuol dire lotta, è una guerra santa. Quindi dobbiamo stare molto attenti. E il profeta sallallahu alaihi wasallam ci insegna che chi obbedisce ad Allah subhanahu wa ta'ala in questi giorni è meglio di una persona che va nella lotta, e abbiamo spiegato che fa jihad, perché la lotta. E i compagni del profeta usavano a pregare moltissimo. Infatti il numero 6 diceva: non spegnere le luci durante la notte in questi giorni. Cosa vuol dire questo? Vuol dire rimanere svegli? Cos'è, davanti alle TV? No, deve rimanere svegli a pregare, fare salat, leggere il Quran, fare il dhikr. Per questo motivo bisogna stare svegli, non come fanno i giovani di oggi, stare svegli davanti alla TV o davanti al telefono, davanti al computer. Quindi questi 10 giorni devono essere sfruttati al meglio, perché Allah subhanahu wa ta'ala ci dà una ricompensa immensa, soprattutto il giorno di Arafah. Il digiuno del giorno di Arafah vale 2 anni, un anno prima e un anno dopo. Alcuni dicono addirittura che il digiuno durante questi giorni, dipende dai racconti, alcuni racconti dicono un giorno vale un mese, e un giorno vale 2 mesi, e un giorno un altro racconto dice che
vale 1000 giorni, 1000 giorni. Pensate, cari fratelli, tu digiuni un giorno, ti sottometti ad Allah subhanahu wa ta'ala come se devi per un giorno e hai una ricompensa per 1000 giorni. E il giorno di Arafah vale 10.000 giorni. E Allah subhanahu wa ta'ala sarà orgoglioso dei suoi servi in questi giorni, i suoi servi logicamente che si sottomettano a Lui, non che quelli che fanno quello che vogliono, quelli che sottomettono ad Allah subhanahu wa ta'ala, soprattutto in questi giorni. Allah subhanahu wa ta'ala sarà orgoglioso e si avvanta dei suoi servi davanti agli angeli. Guardate, angeli, questi qua come vengano con tutta la fatica, tutto il loro sforzo per soddisfare il mio orgoglio. Quindi, cari fratelli, cerchiamo insomma in questi giorni di aumentare, raddoppiare le nostre azioni, pregare soprattutto in moschea, fare tanta nafila, digiunare, soprattutto questi 9 giorni, che sarà insomma domenica, giorno 12, se non ci fa l'Arabia Saudita qualche scherzo, altrimenti i calcoli sono questi: il giorno domenica 12 agosto sarebbe il primo giorno, quindi da quel giorno lì si digiuna fino al 9° giorno per chi non va al pellegrinaggio, per chi non va al Hajj, inshallah, 9 giorni, pregare, leggere il Quran, fare la preghiera di notte e dare tanta limosina, cari fratelli, ricordarsi dei vostri fratelli che soffrono nei vari posti del mondo. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر الأوائل، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وكان ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما يدخلان السوق فيكبران من في السوق. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكبر من في المسجد، ثم فيسمع التكبير من في السوق فيكبرون، فترتج المدينة من التكبير ويسن فيها الرفع صوت في التكبير. ولكن هذا تطبق السنة من غير إيذاء، فإن كان في السنة إيذاء للغير فلا تطبق السنة. لماذا؟ لأن السنة فعلت بالاستحباب، أن ترتفع بها درجات ولا تؤذي بها أحد. ولذلك كان ابن عمر يكبر في مسجد المسلمين فيكبر الناس، فيكبر من في السوق من المسلمين، فترتج المدينة كلها من التكبير في هذه العشر. أيضا أيها الأحبة، من وكما ورد عن الأحناف أنه من أراد أن يضحي في هذه الأيام فليمسك عن شعره وظفره، مع اختلاف بين العلماء في هذا الأمر، ولكن للأمانة أن نقولها هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأمر فيه نظر من العلماء في هذه الأوقات، أنه هل يمسك عن شعره وظفره فيظهر المسلم في بلاد غير المسلمين في هيئة هذه، أو أنه يؤخذ بهذا. ولكن من أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وظفره حتى يضحي. هذه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة، نحن مقبلون على مواسم الطاعة، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفائزين في هذه الأيام. اللهم اجعلنا من الفائزين في هذه الأيام. اللهم كما أعطت رقاب من حج بيتك الحرام فاعتق رقابنا. اللهم كما غفرت لأهل عرفات اغفر لنا. اللهم لا تخرجنا من هذه الأيام إلا وقد غفرت لنا. اللهم لا تخرجنا من هذه الأيام إلا وقد غفرت لنا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم ارزقنا حجا مبرورا يا رب العالمين.
اللهم ارزقنا حجا مبرورا نلقاك به وقد غفرت لنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اغفر للمذنبين والمسيئين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك جمعنا هذا وتجعله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، واهد بناتنا وبنات المسلمين، واهد نساءنا ونساء المسلمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا في مستقر رحمتك في جنتك يا رب العالمين مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. وأقم الصلاة.